قيس فات المغارة وضل بالمغارة. وقت اللي فات لجوا انه نحن قلنا هلا بيطلع مثل ما فات اول مره بيطلع، ما عاد طلع. الله يحميه يا رب، ما شاء الله بيكون عايش. يا رب. تكون اي معلومات عن هي المغاره؟ لا ابدا. بنعرف انه صار في مسلسل عاصي الزين تصور هونيك. انت اخر حدا شفته لقيس صحيح؟ ايه ولا طلع صوت ولا شيء؟ طلع صوت نعيط له ونحن فايتين وانه بدنا نرجع نعيط له ما يرد. قيس فات المغارة وما طلع منه. أنا ابني بعرفه، أبي يروح على مكان، أبي يعني من نوع ما إنه هالقلب القوي يروح لشي مكان. يعني حتى النهر المي أبي يقرب قيس. قيس فات المغارة وضل بالمغارة. أنا النوم ما بعرفه لا ليل ولا نهار، ضل قاعدة على الصبح ناطرة قول هلا بيجي قيس بيفتح الباب، هلا بيجي قيس بيفتح الباب. كذب ناطرة على الفاضي انطرتي. بس عندي أمل برب العالمين إنه يرجع لي قيس. عندي أمل، عندي أمل. الله يحميه يا رب، ما شاء الله بيكون عايش. يا رب. هسا انت من رفقات قيس اللي كمان كنت معهم وقت رحتوا على المغاره صح؟ صح. هسا احكي لي من الاول، كيف خططتوا لهي الروحه كلها؟ نحن قبل بيوم كان لنا حصة فراغ، نزلنا من المدرسة ورحنا على قبل الدلبة، كان في خيول وزلمة بيرعوا معه خيول، فقمنا تصورنا معين وهيك ورجعنا طلعنا فورا. كلكم انتوا 9 اشخاص؟ 4 أشخاص كنا. هي قبل بيوم؟ قبل بيوم نزلنا تاني يوم على المدرسة وقاعدين رفقات ببعضنا وصرنا نحكي وهيك وشوفناهن الصور، فقالوا انه اذا طلعنا فراغ اليوم تنزلوا، قلنا ايه ما عندنا مشكلة. انت كمان كنت موجود من رفقات قيس اللي رحتوا على المغارة؟ كنت موجودة. تمام. شو صار معكم؟ نزلنا، كنا نازلين مشان الخيول. نزلنا انه صاحب الخيول محل ما شفناه قبل بيوم ما كان هونيك. قربنا لقدام شوي، قلنا انه بنشوفه لقدام، ما لقينا. بينت علينا المغارة، صاروا رفقاتي يقولوا هي من المغارة المسوا فيها المسلسل، تروحوا عليها بنروح عليها. رحنا في جسر، نحن لازم نقطع الجسر لحتى نوصل على الجهة الثانية نطلع على المغارة. الجسر كان مقفول، كان ابن صاحب انه هونيك ابن صاحب المطعم هو هونيك شافنا، قال لنا انه نحن كنا كتب شو يا شباب وهيك. قلنا بدنا نرون على المغارة، قالنا 10 دقائق بيوصل بيفتح البيت. انطرنا وما نتسلى بين بعض، نحن واقفين هيك شفنا قيس بالجهة الثانية. كيف رحت؟ قالنا من هون. رحنا نحن قلنا بنروح، في داعي نخلي الزلمة ينكرف. رحنا من محل ما نقاطع، ما حدا منا استرجع قطع انه مي، دعس بالمي رجع لعنا. وفيها قفزة كمان يعني بده ينط ايوه ويدعس بالمي كمان. رجع لعنا، انطرنا صاحب المقصف عشان يفتح لنا الجسر، فتح الجسر فتنا رحنا، كان هو ماشي اول واحد. طلعنا على المغارة، طلع هو كان ماشي قدامنا. طلعنا نحن ما كنا نحن رايحين نتصور شوي ونرجع، ما راح نطول. طلعنا على المغارة، وصلنا طلعنا وقفنا على بابا. بس سؤال، هي أنا شفت في سلم قدام باب المغارة وأساسا صعب الشخص. نحن مش طلعنا ما كان في سلم. كل السلم ما كان في سلم، كانوا حاطين جزح شارعي بعدين حتى الحجار صغيرة. كيف هو طلع قبلكم؟ طلع انه هو ماشي قدامنا، انه ركض قدامنا، نحن ورا بعض لانه الطريق ضيق، بدنا نمشي ورا بعض، فينا نمشي حد بعض. كيف قدر يطلع على المغارة؟ طلع حدياته هيك انه نط طلع لفوق. وصلنا طلعنا كمان كلياتنا في شب. طلعتوا انتم طيب؟ طلعنا مثل ما طلع هو، انه ساعدتوا بعض ونطيت. كل واحد مثلا في عالم تساعد الثاني، ما في يطلع يساعد الثاني رفيق، ونحن في شب معنا انه ما في طلع، ساعدناه طلع ما فوق. طلعنا على باب المغارة، قعدنا صرنا نصور ونحكي ونتحدث ونضحك. فات قيس لجوا أول مرة، فات لجوا، رجعنا إنه جبناه عيطنا له، جبناه كان معه ضوء قداحة. قعدنا إنه صرنا جبناه إنه شايفينه ما يحوس إنه بده يروح يفوت لجوا. قعدنا هيك إنه ما نتصور ونحكي ونتحدث. طلعنا لقيس بلا لقينا قيس، عيطنا له ما رد. شفته إنه فايت ما يحوس ليفوت لجوا، إنه داير بده يفوت لجوا. ما بعد شي 10 دقائق على الحديث، انه بعد ما شفته انا فات، طلعنا هيك انه لو فتنا، قلت صرنا نعيط له، قلنا مستحيل ما فات للمغاره، انه فات لجوا مع الطليع. فتنا وراه، صرنا نفوت، فتنا وراه، صرنا نعيط له ما رد. شو الشارع حرام تحت صخر قدر ما انا وايده ضربته. شو لابس؟ لبس مدرسي. شو اللون لابسه شو؟
يمكن زهريه دلع هو القميص وشرحه وضل القميص الداخلي. من قبل الدفاع المدني واللجان المختصة والمتطوعين من أبناء البلدة تم العثور على جثمان الشاب قيس الزرزور والذي فقد منذ 10 أيام في مغارة عين الدلبة بناحية جنينة رسلان بريف طرطوس. نأسف أنه الشاب متوفي، ولكن على الأقل منقول أخمدنا جذوة معرفة مصير هذا الشاب في قلب أهله وقلب محبينه ومريدينه في القرية وفي سوريا. أضع نفسي مكان المواطن اللي عم يتساءل لماذا بعد 11 يوما حتى نتمكن من تنفيذ عملية إيجاد جثمان المفقود. السبب طبيعة المغارة فيها مسارب وأمكنة ضيقة لدرجة لا تستطيع حتى أن تدخل اسطوانة الأكسجين التي تلزمك للتنفس. الدخول كان زحفا وأحيانا تضطر لاتخاذ وضعيات أشبه ما يمكن بالجمباز حتى تمكن تدخل. عناصرنا استبسلوا بالدخول لجوا، والمغارة شديدة الوعورة وضيقة جدا وخطرة. والمفاجأة كانت كيف تمكن هذا الشاب الصغير من الدخول لتلك المسافة، مسافة تقدر بأكثر من 500 متر. عمليات معقدة داخل المغارة ذات التضاريس الصعبة جدا تخللت رحلة البحث عن الشاب الراحل. بعد جهود مضنية من قبل الجهات المعنية وهي فرقة تقفي الأسر القادمة من دمشق، مضافا إليها جهود كبيرة جدا من قبل رجال الدفاع المدني والمجتمع الأهلي، تم عثور على جثمان الشاب المفقود قيس الزرزور، ونحن نتوجه بالشكر لهذه الجهود والجهات المعنية التي بذلت كل ما لديها للوصول إلى الحقيقة. جهود كبيرة من قبل محافظة طرطوس والدفاع المدني والأهالي بذلت خلال فترة البحث عن الشاب قيس في جميع الأماكن المتوقعة، وانتهت بالعثور على الجثمان في أعماق المغارة.